السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد في وصفه جديده على كيتشن فاتي. كنتمنى ان شاء الله الاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم بغرير كيجي بحال الشهده كيف كتشوفوا، كيجي خفيف، كيجي لذيذ بدون دقيق ابيض، بدقيق الفينو فقط. كيجي رائع وكيجي خفيف مهوي، ما كنخملوش يعني مباشره كتوجدوه كديروه في المقله كيطيب. كيف كتعرفوا هو من النوع اللي السهل الممتنع. بزاف السيدات ما كينجحش معاهم. اليوم غادي نعطيه لكم بمقادير جد مضبوطه. وله الصلاه على النبي. غادي نبداو الوصفه ديالنا. خديت زلافه كنوضع فيها 3 ديال الكؤوس ديال دقيق الفينو، وحاولوا تختاروا داك الفينو اللي كيكون السميده ديالو تكون رقيقه، يعني ما يكونش داك اللي مسمد وواقفه الحبه ديالو باش يجيكم زوين. كنضيف ليه معلقه كبيره ديال الخميره فوريه، خميره حبيبات، او اللي يمكن لكم تضيفوا حتى الخميره المعجونه. هنا عندي 4 ديال الكؤوس ديال الماء. كنضيف في الاول 3 ديال الكؤوس ديال الماء. الا كان الجو اللي هو سخون كنضيفهم من الصنبور يعني بارد، والا كان الجو اللي هو شويه بارد كندير الماء اللي يكون دافي، ما يكونش سخون بزاف بحال اللي كنعجنوا به العجينه، يكون دافي تقريبا كيميل لانه يكون بارد، باش هكا الخليط ديالكم ما يتكلش وما يتكبدش. كنخلطهم مع بعضياتهم بهذه الطريقه هذه، ومن بعد غادي نضيف الكاس الرابع. كيسبق لي قلت لكم انا هنايا كنعطيكم مقادير اللي جد مضبوطه. بالنسبه للسيدات اللي غادي يكون عندهم الفينو اللي كيكون مسمد بزاف، يعني كيميل شويه السميده، كتعرفوا داك النوعيه كتكون حرشه بزاف. الا كان عندكم داك النوع كديروا 3 ديال الكؤوس ونصف ديال الفينو، ونص كاس كتعوضوه بدقيق الفرص. هذا الا كان عندكم داك النوع اللي مسمد بزاف. ضفت القليل من الملح، وغادي نضيف خميره الحلويات. هنا عندي 2 ساشيات ديال خميره الحلويات ديال 16 غرام، يعني 8 غرام 8 غرام. كنضيف الاولى في الاول ملي كنكون كنخلط، والثانيه غادي نقول لكم الوقت اللي تضيفوها فيها حتى الاخير. غادي نخلطهم مع بعضياتهم. وفي هذه العمليه هذه يمكن لكم مباشره ديروه في، يعني بمجرد ما تخلطوه في الزلافه ديروه في الخلاط الكهربائي وطحنوه. انا هنا غادي نطربو شويه بالبراميكسور حتى كيتخلط هكا معايا وكينسجم. هاد العمليه كيف يمكن لكم ديروها حتى بالطراب اليدوي هكا حتى كيتخلطوا مع بعضياتهم مزيان. من بعد غادي نضيف ليه يعني السر اللي كيخليه خفيف واللي كيخليه مهوي واللي كينجح معكم كي قلت لكم بدون اختمار، يعني كتوجدوه في ساعته وكطيبوه. غادي نضيفوا ليه واحد المعلقه كبيره ديال الخل. هنا بالنسبه للخل اي نوع ديال الخل عندكم، سواء الابيض او الاحمر اللي عندكم توفر كديروه. كندير واحد المعلقه تكون كبيره ديال الخل، وغادي نكمل التطرب ديالي. من بعد غادي ناخذ هذا الخليط هذا ديال البغرير وغادي نوضعوه في الخلاط الكهربائي اللي كنطحنوا به العصير، وغادي نضربوا او غادي نطحنوا ما بين 4 حتى 5 ديال الدقائق، يعني كطحنوه مزيان حتى كتحصلوا على خليط اللي كيكون ملس وكيكون رطب ناعم. هذا هو السر ديالو باش كيجي زوين. هنا انا ملي خلطته بان لي انه مازال خاصو يتطرب، داكشي علاش درتوه في الخلاط الكهربائي، طحنته مزيان لمده 4 حتى 5 ديال الدقائق. من بعد كنكبو زلافه. وهنايا ملي كنت كنديرو فيه، يعني ملي كنطحنوا الطحنه الاولى وكنتاكد منه انه تخلط مزيان، عاد كنضيف له الخميره الثانيه، الخماره ديال 8 غرام، يعني مجموع كان عندي 16 غرام. وحده كنضيفها في الاول وحده كنضيفها في الاخير حتى كنطحنوا مزيان. عاد كنديرها هي اخر وحده وكندير واحد الطحنه خفيفه وكنكبو الزلافه. هنا غطيته كنخليه يرتاح ما بين 4 5 دقائق فقط، يعني ما كنخليهش يخمر. هانتوما كتشوفوا النوع ديال الخليط كيكون خفيف نوعا ما وكيكون ملس، يعني لين ملي كتكونوا كتخدموا به كيكون من ألذ واروع ما يكون، كيجي ساهل في الخدمه. من بعد ما دازت 5 دقائق خديت هنايا مقله وبديت كنطيب فيها البغرير. انا هنا خديت مقله اللي كان الحجم ديالها متوسط، يعني كانت كبيره نوعا ما. الا كان عندكم مقلات اللي كيكونوا صغارين بطبيعه الحال يعطيكم واحد العدد اللي هو كبير. خديت المقله خليتها حتى كتسخن على عافيه اللي كتكون مهيله، ومن بعد كندير فيها مغرفه، يعني القياس ديال كل وحده راه كتعرف القياس ديال المقله ديالها. وكنخليها كيف كتشوفوا ما شاء الله كيولي كله كيتثقب، كيكون بحال الشهده. وحتى ملي كطيبوه كيجي خفيف، ما كيجيش يعني هكا ملي كتهزوا البغريره ما كتجيش ثقيله، كتجي خفيفه. انا شاركت معكم الطريقه ديالي اللي انا كنخدم بها، السر باش كيعطي هذه النتيجه هذه. هانتوما كيشتو من بعد ما كتحمر معايا من التحت وكطيب تماما، كنزولها وكنديرها فوق منيدل وكنبقى غدا بنفس الكيفيه. وبالنسبه للسيدات المبتدئات او البنات المبتدئات، المقله ضروري تكون خاصه بالبغرير، يعني ما تكونش مقيوسه بليده من قبل او لا مطيبين فيها شي حاجه اللي كتكون هكا ميدمه. كنكونوا دايرينها خاصه للبغرير. كيف شفتوا كنخليها حتى كتسخن كتكون ناشفه. كنوضع فيها مغرفه من الخليط ديال البغرير وكنخليها حتى كتثقب كامله كيف شفتوا بحال الشهده، كيجي ما شاء الله
هكذا توجدوا الفطور او الكوتي العشيه او الضيوف كيوجد بسرعه. الوقيته اللي تكونوا كتوجدوا الشاي ديالكم ولا القهوه ديالكم راه كيوجد بسرعه. الا كنتو باغيين ديروا كميه كبيره دائما ديروا الكميه اللي انا عطيتكم ومن بعد ولي خلطوا خليط اخر وخدموا به باش ما يخمرش معكم ويعطيكم نفس النتيجه. غنصور معكم اخر وحده كيف كتشوفوا كنوضع مغرفه في المقيله ديالي على عافيتكم توسطه كتميل شويه القليله هكا وكنخليه يطيب على المهل كيف كتشوفوا ما شاء الله. هانتوما كتشوفوا النتيجه كتجي ولا اروع. كنبقى هكا حتى كنسالي الكميه اللي عندي كامله ديال البغرير. كيف شفتوا طريقه اللي جيت سهله بدون دقيق ابيض، دقيق الفينو فقط كيجي ولا اروع. من بعد ما ساليت الكميه اللي انا وجدت معكم وضعتها فوق منيدل ومن بعد كدهنوها يعني باش ما بغيتو سواء بزبده او لا بزيت الزيتون كيبقى لكم الاختيار. هانتوما كتشوفوا ما شاء الله كيجي رائع كيجي خفيف. درتو هنا في طبق التقديم، انا هنا دهنتهم ودرتهم في طبق التقديم كتشوفوا ما شاء الله كيجيو رائعين كيجيو لذاذين خفافين. هانتوما كتشوفوا الشكل ديالهم، هي راه كتكلم على نفسها كتجي خفيفه وكتجي كلها مثقبه ما كتجيش معجنه كتجي طيبه. بكثرة ما شكرت لكم كنتمنى انكم تجربوه وينال الاستحسان ديالكم. كنتمنى البرير ديال اليوم يكون نال الاستحسان ديالكم ونكون شرحت بالقدر الكافي بالنسبه للمبتدئات اولا السيدات اللي ما كينجحش معاهم البرير. ساهل بسيط بطريقه اللي جيت سهله بمقادير اللي مضبوطه. كنتمنى انه تجربوه. ما تنساوش تشاركوا وصفتي مع العائله ومع الاصدقاء في مواقعكم التواصليه. تخليوا لي تعليقاتكم ارائكم بلايك ديالكم وتدعموا الفيديو. شكرا للجميع ونتلاقاو في وصفات قديمه والى اللقاء.